وجبتنا لليوم كبة بالصينية. شوفوا لي ما شاء الله على هالرسمة، وشوفوا لي على هالتقطيع، وشوفوا لي على هالقوام، ولو فيني خليكن تشموا الريحة، شي مو طبيعي. تعالوا نشوف كيف حضرناها سوا وشو الأسرار لتطلع معنا الكبة بهالطريقة. هي أنا هلأ ما فيني قصة، لأنه أنا أخدتها عاملين حفلة وكل حدا فينا طلع عليه أكلة وأنا طلعت علي الكبة بالصينية. آه، بس نروح لهونيك إن شاء الله. إذا قدرت قصة هونيك قدامكم رح ورجيكم كيف طالعة. وبكل الأحوال يعني المنظر لحاله يتكلم. تابعوني لنشوف كيف حضرناها سوا. أهم مكون بأكلتنا لليوم هو اللحمة، وأنا بجيب اللحمة هيك شقفة واحدة، شايفين اسم الله ما أحلاها. بحب أنا أقطعها وأفرمها على الماكينة على إيدي مشان أضمن إنه ما يكون فيها ولا نقطة بيضة. وطبعا الماكينة عند اللحامين بيكون فيها أوقات دهن أو شيء، الكبة بدنا نعملها بالهبرة تحديدا. وأكيد بدي برغل أسمر وبدي برغل أبيض ناعم ناعم، وطبعا ملح وبهار، وبصلة للحشوة، وبصلة لعجينة الكبة، وطبعا بدي صنوبر للحشوة، وبدي كمان لحمة مفرومة. تعالوا نشوف كيف رح نحضر أكلتنا سوا. هلا أنا بدي أبرش البصلة. أنا ما بحب أقطعها، أنا بحب أبرشها على هذا الوش الخشن، ومشان نستخدمها للحشوة. شايفين ما أحلاها بتطلع. وهلأ بالطنجرة على النار بنزل زيت الزيتون، وبقلي الصنوبر، ما بنترك الصنوبر ابدا على النار لحاله لانه دغري بيحمر، وانا ما بدي اياه يحترق، بدي اياه بس ياخد لون كرمال ما تنتزع طعمة الكبة ويمرمر. هيك صار بكفي. هلا بنشيل الصنوبر، وهلا بنزل اللحمة، وبتركها لحتى تنشف قبل ما احط البصلة. وهلا بنزل البصل وبخلطهم، بحط الفلفل الاسود، وبتركهم لحتى ياخدوا طعمة بعض وتنشف اللحمة وتستوي. بحضر الحشوة قبل ما بلش بالكبة كرمال اضمن انه الحشوة بردت تماما قبل ما اضيفها لعجينة الكبة. وهلا بس نشفت الكبة بضيف فوقها الصنوبر وبنخلطهم مع بعض. الريحة يا سلام بتشهي. وهلا بس استوت اللحمة صار فيني اضيف الملح، بخلطهم وبتركها على جنب لحتى تبرد على مهلة. هلا للكيلو اللحمة أنا بحط له كيلو برغل، نص أبيض ونص أسمر. هاي تنتين أسمر، وهاي نص أسمر ونص أبيض، فكاستين ونص أسمر وكاستين ونص أبيض بيطلعوا كيلو. على هاي الكاسة معيارية، هاي أول كاسة وهاي الثانية. هلا نخلطهم مع بعض كتير منيح كرمال يتجانسوا، وبعدين بننقعهم بالمي. بنعمل هالطريقة لحتى تلج معنا حبة البرغل. هلأ لون الكبة بالبرغل الأبيض أحلى، بس بننجبر نحط أسمر معه كرمال
بتدبق وتلج معنا بسهولة، وبتطلع ولا أطيب من هيك. حطيت لهم كاستين ونص مي، بكفي. انا ما بدي ارجع اعصرهم وهيك، لهيك بدي انه بس ينقعوا البرغلات وتفتح حبات البرغل. وهلا بغطيهم وبتركهم على جنب لبين ما اقطع اللحمه والبصله. وهلا بنقطع اللحمه. اسم الله. شايفين اسم الله؟ انا عملت عيارين بس اعطيتكم عيار الكيلو اللحمه قديش بياكل برغل، وكل كيلو لحمه بده كمان بصله بهالقياس هذا. بنحط بصلة صغيرة بهذا القياس لعجينة الكبة، بنقطعها كمان. بهذا القياس. وهاي البصلة الثانية قلت لكم أنا عاملة عيارين. وهلا بطحن اللحمة أول دور لحالها. شايفين اسم الله ما أحلاها؟ شايفين على البركة ما أحلاها؟ ليكوا شلون دغري صارت كريمة. وهلا بحط ملح على البرغل، وبحط فلفل أسود، وبحط معهم البصل، وبخلطهم كتير منيح لحتى ياخدوا طعمة الملح والفلفل الأسود. وبحط معهم شوية تلج وبخلطهم سوا. وهلا بطحنهم فوق اللحمة. بخلطهم كتير منيح اللحمة والبرغل مع بعض، وبرجع بطحنهم دور تاني. هيك بضمن انه اولا خلطوا مزبوط، وثانيا انه طلعوا ناعمين. وهيك بعد ما طحنت اللحمة أنا تركت شوية برغل على جنب كرمال تنزل كل اللحمة يلي بالماكينة، وهيك بينزل آخر شي البرغل، فإذا ضل فيها شوية برغل بالأخير ما بيأثر. عرفتوا كيف؟ شايفين كيف نزلت البرغل بالأخير ونزل معه كل اللحمة اللي كانت بالماكينة؟ شايفين كيف كان فيها لحمة؟ فهلا بندعكهم. شايفين ما انعمهم؟ مرهم ليكوا شو عم يدبق. سامعين الصوت؟ ما احلاها، بتشهي. بحط قدامي كاسة مي باردة، ببخها شوي وبدعكهم مع بعضهم. ندعكها كتير منيح وبنختبر شغلنا كيف صارت. بسم الله. شوفوا ما احلاها ما شاء الله. سامعين هالدبقة؟ وهيك صارت كبتنا جاهزة. هلأ بنمدها بالصينية. شايفين ما أحلاها؟ بدي مد هاي الصينية. هلأ بجيب كيس نايلون وبفرده على قد الصينية بالضبط.
وبحط شوية مي على الكيس وبمسده كتير منيح كرمال ياخد شكل الصينية. هي أحلى طريقة لمد الكبة. وهلأ بجيب الكبة وبالإيدي مي وبملسها بهالطريقة. ما بنعملها كتير رقيقة وما بنعملها كتير سميكة، يعني وسط. وهلأ بس سويتها بنقلها على صينية تانية وبحطها هيك، شايفين اسم الله، ومنغطيها بالنايلون. وبنتركها لنخلص شغل. وهلأ بحط معلقة سمنة بأرض الصينية، وبحط معها شوية زيت زيتون، وبمدها بكل أنحاء الصينية وعلى الجوانب. يا عيني على هالريحة، الله يديم علينا نعمة. داير من دارها كلها والحواف كلها، شايفين كيف. وهلأ بمد الكبة وبوزعها بسطح متساوي، يعني نفس الارتفاع تكون. بمسدها منيح. شايفين اسم الله. وهلأ بفرد الحشوة بكل الصينية.
وبضغط شوي أنا وعم بفردها كرمال تهدى الحشوة وتلزق بعجينة الكبة. وبحاول إنه ما كتير قرب على الأطراف كرمال ما تحترق اللحمة على الداير. اضغطها شوي وهلا بحاول قدر الإمكان اسم الله إنه اقلب العجينة يلي شلناها قبل. اسم الله. هي لأنه الصينية كبيرة بس ما في مشكلة نظبطها. بالإيدي بالمي وبظبط. بسم الله. بضغط شوي أنا وعم ظبطها. هي اسم الله الصدر كبير، بالعادة ما بتعذب أبدا إذا كانت صينية أصغر، بس شفتوا ما شاء الله كيف كامشة هالكبة. يخس العين، بتشهي ريحتها قبل ما أشويها، ريحتها غرام غرام. شايفين اسم الله ما أحلاها؟ اسم الله بتشهي القلب ووشها ناعم مثل الفلة. هلا بدنا نقطعها. وهلا بدنا نقطع صينية. بلوت السكينة بالسمنة وبتطلع بنص الصينية بالضبط. بعمل خط بالطول وبرجع بعمل خط تاني كمان بنص الصينية بالضبط. وهلا رح نشتغل على هذا الربع لحتى تقدروا تعرفوا شلون بدنا نقطعه. بقطع الربع لمثلثين هيك، وهون بعمل خط هيك بالطول، وبالسكينة برجع بعمل خط تاني موازي إله تماما، وبرجع بعمل خط ثالث بنفس العرض كمان موازي إله. هلا هدول الخطوط بدنا نعمل خطوط بالورب، يعني موازية لهذا الخط. لاحظوا كيف، شايفين كيف بيطلع عنا شكل المعين الحلو. برجع بالسكينة نعمل خط تاني موازي إله بنفس العرض تقريبا قد ما فينا، وكمان خط موازي إله، ومنقطع بقية الصينية على هاي الطريقة.
وهي آخر قطعة. شايفين شلون بدنا نكمل الوردة؟ وهيك صارت الصينية جاهزة. شايفين على هالمنظر ما أحلاه؟ اسم الله اسم الله. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو لليوم. وهلأ بدنا نعمل هيك بكل قطع الكبة لحتى توصل الحرارة لكل الأجزاء بالتساوي. وهلأ بحط عليها زيت الزيتون، وبحاول انه يجي على كل الأجزاء. اسم الله. وكمان بحط السمنة بوزعها. شايفين كيف بنوزع السمنة محل ما في زيت كمان، كرمال كلياتها تتغطى وتطلع بنفس درجة الاستواء. لو فيني خليكم تشموا الريحة. وما بننسى نعمل لها هون جورة صغيرة لحتى نختبر فيها استواء الكبة كمان. وهلا بندخن الصينية على الفرن وبنتركها لحتى تستوي. وهلا بجيب مي باردة نظيفة وباخد شوي من الكبة بهالقدر. لوت ايدي بالمي. يا مستحكم. ما فيني خبركن عن العجينة قديش طالعة بتشهي القلب. أنا هيدا العيار دايما بعتمده، وبحبها تكون رقيقة. لوت ايدينا مي، ولا أسهل من هيك، كأنه عم نرسمها رسم. شايفين اسم الله ما أحلاها. وهلأ رح أعلمكم كيف بنعمل قرص كبير من الكبة. نقلب بإيدينا مي، ما رح وقف الصورة لحتى تشوفوا كل الخطوات.
شايفين؟ ما عم بستحكم أنا وعم صور. بإيدنا مي. وهلأ خلصنا هاي الجهة، نبل إيدنا مي وبنفتح من الجهة الثانية وبنكبر. لنوصل للحشوة من جوا يلي حطيناها من هديك الجهة، وبرجع بحط لها حشوة بسم الله. وهلا شايفين اسم الله. وهلا بنبل ايدنا مي وبنسكر. شايفين لي على هالقرص اسم الله بنملسه. هذا عملت لكم اياه اكسترا كرمال يلي بحب يعمل كبة كبيرة يشوفها. شايفين اسم الله ما أحلاه، معبي الإيد. بنملسه وبنحطه وقت نقلي. شوفوا لي هالمنظر اسم الله، تبارك الله على البركة. وهلأ تعالوا نشوف كبتنا شو صار فيها. اسم الله اسم الله، شوفوا لي هالمنظر يخزي العين، بتشهي القلب. شوفوا لي اسم الله على هالمنظر، بتشهي. لو فيني خليكم تشموا الريحة، ما بتتخيلوا ريحتها رائعة رائعة. ورح ادهن وشها شوي بالسمنة مشان ضاين بهاللمعة الحلوة لنروح على الحفلة. وهيك بتصير بتضل طرية وبتضل طعمتها طيبة. شايفين اسم الله ما أحلاها.